أبطالها رجال ونساء، فتحولنا قلوبهم وحكولنا حكاياتهم، وأنا بشاركها معاكم علشان تعم العبرة والعظة. ويلا نبدأ قصة النهاردة. صاحبة قصة النهاردة بتقول: أنا شفت سلفتي وحماية في وضع محدش يقدر يتحمله. شوفوا معايا الفيديو للآخر واسمعوه، وهتشوفوا كوارث كبيرة حصلت في نهاية الفيديو. بس فضلا وليس أمرا، قبل ما تسمعوا الفيديو أرجوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل علشان يوصلكم مني كل جديد. صاحبة القصة بتقول: أنا معايا كلية تجارة واتجوزت جواز صالونات من واحد محترم جدا جدا، كان شاب معاه برضو نفس المؤهل. جيت قدم لي وحصلت الخطوبة، وبعد كده اتجوزنا، وكانت والدته متوفية، وكان له أب مسن وعنده 65 سنة. كان عايش في الدور الأرضي لوحده، وليه أخين متجوزين هما كمان، يعني هما 3 صبيان ملهمش اخوات بنات. أبوه في السن ده كان عنده مرض اللي هو الرعاش في دراعه، كان يعني ما بيتحكمش في نفسه، وكان ساعات بيعمل تبول لا إرادي من شدة التعب اللي عنده. يعني كان جاتله جلطة قبل كده، وكان راجل في السن ده وعنده رعاش، ممكن يقع من ايده كوباية المية وممكن يوقع أكل غصب عنه. كان ساعات في بعض الأوقات ما بيتحكمش في نفسه ويعمل حمام وهو نايم بالليل على السرير. كان برضو ليه وضعية خاصة. أما أنا اتجوزت بقى، جوزي لقيته بيقولي: أنا واخواتي كل واحد لينا شقة، وأبويا قاعد في الدور الأرضي، ومراتات اخواتي الاتنين بينزلوا يخدموه وبيعملوا له كل حاجة. قلت له: خلاص، مفيش مشكلة، وأنا زيهم وهعامله بما يرضي الله، ما هو برضو زي أبويا، وأكيد هراعي ربنا فيه. قال لي: يا ريت، انت عارفة ان انا امي متوفية وابويا ملوش الا احنا التلاتة، وما عندهوش بنت تخدمه، وانا بصراحة شايف ان مراتات اخواتي الاتنين مش مقصرين معاه في اي حاجة، بيعملوا له كل حاجة، وبيغسلوا له هدومه وبيعتنوا بيه وبيقوموا بواجباتهم وبيعاملوه كويس. قلت له: والله ربنا يقدرني وعامله احسن من كده، وان شاء الله هعامله بما يرضي الله. فعلا اتجوزت من هنا ودخلت في شقتي. طبعا البيت كان عبارة عن 4 أدوار، حماية في الدور الأرضي والسلفتين الكبار في الدور التاني والتالت. أما أنا كنت في الدور الرابع، كنت في آخر دور، فطبعا كنت بتعب طبعا في النزلة والطلعة علشان أعمل شغل البيت بتاع حماية. فكنا مقسمين الأيام على بعض، أنا وسلايف الاتنين، كل واحدة تشيل مسؤولية حماها يوم كامل، يعني تعمله فطار غدا عشا، تبقى عايشة طول اليوم مع حماها، وبالليل تبقى تطلع تنام. احنا كل واحدة فينا ليها يوم، وبعد كده نرجع من الأول تاني، كل واحدة عليها الدور، يعني الأولانية عليها أول يوم، والتانية تاني يوم، والتالتة تالت يوم، وهكذا. المهم كلنا كنا ماشيين بالترتيب. كان في يوم حبيت كده أبص على مرات اللي هي الأخ الكبير، اللي هي سلفتي الكبيرة، لقيتها في يوم عمالة تشخط في حماية وتقوله: انت ما بتفهمش، وقعت الاكل في الارض، انا كل شوية هقعد اكنس وانضف الحاجة اللي انت وقعتها، المرة الجاية هخليك تلمها ببقك من على الارض. فلقيت الراجل يا عيني بيترعش كده وبيقول لها: خلاص انا اسف، انا ما عدتش هعمل كده تاني، حقك عليا يا بنتي، والله انا ما بقاش قصدي، يعني بيبقى ايدي هي اللي بتترعش غصب عني، والاكل ما بيقع، ما ببقاش قادرة اتحكم فيه. قالت له كمان: انت عايزني اطفحك بايديا؟ في الوقت ده زعلت جدا، وعملت نفسي ان انا مش سامعة حاجة، ورجعت لورا، ورجعت وكأني داخلة من الباب وبقول: يا فلانة، انتي موجودة؟ وكأني بنادي علشان ما تحسش ان انا عرفت وتحطني في دماغها. المهم في الوقت ده خلاص هو كان اليوم ده عليها، ولقيته برضو رايح يا عيني طالع من اوضه النوم كده، وقالت له: وسخت السرير والملاية، ايه القرف اللي انت فيه ده، جاتك القرف؟ وعمالة
تشخط فيه وتقول له العيشة دي ما عدتش تحملها، وامتى بقى هتحصل حماتي وتروح لها، والله نرتاح منك وكلام من ده. فضلت تقول له انت عايش كده زي الجدر قرفتنا في حياتنا، ربنا بقى يجعل يومك قريب، وعمالة تشتم في حماها. انا شفت الوضع ده صعب عليا، صعب عليا جدا. المهم قلت اتابع التانية بتعامله ازاي. لقيت سلفتي التانية كان عليها الدور، ويعتبر يعني تاني يوم لقيتها عمالة تنضف الأرض وتنضف البيت وتعمل الأكل، ومتجاهلاه تماما، يعني لا بتحطله ياكل ولا يشرب. وساعات كان بيقولها يا بنتي أنا جعان، مفيش أي لقمة كده علشان أخد علاج السكر والضغط؟ تقول له بقولك إيه، ما تشغلناش، أما أبقى أخلص اللي ورايا هبقى أحطلك الطفح. يقول لها طيب يا بنتي الله يسامحك، هتطفحيني؟ طيب يا ستي لما تخلصي بقى حطيلي. والله أنا قلبي وجعني وواقع من الجوع، أنا والله من على لقمة امبارح. الكلام ده كان حوالي الساعة 12 الظهر. المهم شفت الكلام ده كله وصعب عليا، وقلت هما دلوقتي سلايفي عايشين معاه، يعني هو مراته متوفية وعنده 65 سنة، وهو عنده مراته توفت وهو عنده 58 سنة، يعني بقالهم 7 سنين. وسلفتي دي متجوزة بقالها 10 سنين في البيت، يعني شايلة مسؤوليته بقالها 7 سنين. بتعاملوا ازاي كده؟ انا كنت متجوزة ولسه عروسة في شهر العسل، شفت المعاملة القاسية بتاعت الاتنين دول. امال كانوا بيعاملوه ازاي الفترة اللي فاتت دي كلها؟ انا قلبي وجعني كده، وبعدين صعب عليا، ومش عايزة الاتنين احسسهم ان انا شفت عيوبهم، ولا اتكلمت مع جوزي ولا عملت اي حاجة، ولا كأني شفت اي حاجة، ولا كأني سمعت. اصلا انا مش عايزة اخرب على نفسي، وقلت هم ربنا هيحاسبهم هيعملهم بمعاملتهم. المهم جيت في يوم بقى اليوم بتاعي، نزلت علشان اعمل له البيت، ورتبت البيت ونضفته كده على السريع، وقمت داخلاله في اوضه النوم، وقلت له يا بابا انا عملت لك الفطار وجبت لك كوبايه لبن تشربها مع الاكل. قام قال لي بجد يا بنتي؟ قلت له اه. ده كان بالنسبه لي اول يوم يجي عليا الدور ان انا اعمل له حاجه. قلت له يا بابا علاجك ايه علشان اديهولك؟ قال لي يا بنتي انا باخد علاج السكر وعلاج الضغط الصبح كده علشان ضغطي طول اليوم ما بيبقاش مظبوط. المهم قلت له خلاص يا بابا، عرفني علاجك كله وانا همسك لك العلاج ده، وانظم لك دواك وانظم لك علاجك مع الفطار والغدا والعشاء، واي حاجة تعوزها مني حتى لو في ايام سلفاتي خد رقم تليفوني اهو. وكان معاه تليفون كده صغير بزراير بس، رن عليا وانا انزل لك وعينيا ليك يا بابا. قال لي روحي يا بنتي ربنا يكرمك ويعوض عليكي ويديكي ويرزقك بالأطفال الصالحين اللي ربنا يبقى راضي عنهم. قلت له ربنا يخليك ليا يا بابا، انا ما عملتلكش حاجة، ده اول يوم لسه بعمل لك فيه. قال لي ربنا يجعلك دايما في الخير يا بنتي. المهم فطرت وعملت الغدا، ولقيت جوزي جاي من بره، حطينا الغدا سوا واتغدينا. فلقيته يا عيني ايده بتترعش كده وبيوقع الاكل من ايده. قلت له بص يا بابا انا هاكلك، ايه رايك ااكلك كده معانا الاول، وبعد كده انا وجوزي ناكل براحتنا، وهنبقى برضو على سفرة واحدة علشان برضو يعني ايه ما تاكلش لوحدك، واعتبرني زي بنتك. وبقيت احط له الفوطة كده على رقبته بالراحة، واطعمه واكله معايا لغاية ما يشبع، واروح مدياله دواء وعامله له كوباية شاي مظبوطة، وانا وجوزي وناكل على راحتنا. جيت في يوم لقيته يا عيني الملاية بتاعته بتاعت السرير مش مظبوطة كده، صعب عليا قوي، ولقيته خايف زي ما يكون سلفاتي الاتنين بيزعقوله او بيضربوه. لقيته بيترعش كده وبيقولي والله يا بنتي غصب عني، انا ساعات ببقى نايم واقوم الاقي نفسي مبلول وما ببقاش عارف انا عملتها ازاي. السن له احكامه يا بنتي. قلت له مالك يا بابا في ايه؟ هو انت زعلان وخايف كده ليه؟ عادي يا بابا، ده انا اخدمك بعناية، ده انت زي بابا. هو انا لو بابا عمل كده انا مش هغسله وانضفله واعمله؟ انت قلقان ليه كده؟ قال لي يا بنتي معلش اصل انا برضو مش عايزه اتقل عليكي.
قلتله اتقل براحتك، ربنا يجعلني في عون الله كده وفي عونك، وانا والله بعمل لك الحاجة بنفس راضية. ورحت قايمة وقايله له يا بابا خش الحمام وادخلك غيار حلو، وخش الحمام اغسل كده نفسك وغير، وانا هقابلك على باب الحمام كده واكمل لك اللبس. انت بس البس اللبس الداخلي جوه وانا هكمل لك اللبس الخارجي. طبعا انا كنت بتحرج منه، مش هعرف برضو ان انا ادخل معاه الحمام بنفسي برضو مهما كان يعني، اتكسف. المهم فعلا دخل الحمام، وانا مسكت بقى السرير ولقيت الملاية عليها كده يعني عامل عليها، بس قمت ماسكة المرتبة وغسلاها كده على السريع، وقمت مطلعاها في الشمس، وقمت ماسكة الملاية وغسلاها، وقمت قايلاله احسن حاجة علشان ارتاح اروح اجيب اللي هو الكسوة بتاعت المرتبة اللي هي مشمع كده الكفر، واقوم عاملاه وفرشة فوقيه الملاية، وبراحته خالص يعني لو عمل ولا اي حاجة يبقى غسيل الملاية سهل، ومش هحس بعد كده باي اذى نفسي ولا هزعله ولا هاخده على كفوف الراحة. انا هعمل معاه بما يرضي الله علشان يقعد لي في ولادي. المهم طلع من الحمام وقمت ملبساه كده ومعطراه وجهزت له الاكل وقدمت له فطوره وظبطته وقلت له يا بابا خد علاجك وزي ما انت عايز. تاني يوم لقيت سلفتي اللي عليها الدور عمالة تزعق وبتعمل، فنزلت فجأة كده لقيتها عمالة تزعقله علشان عمل حمام على نفسه، ولقيتها عمالة تضرب فيه بالقلم وتقوله هو انا كل شوية اتقرف معاك وهقعد اخدم فيك واعمل لك الملايات واعمل لك البتاع؟ ايه القرف ده يا شيخ، ربنا ياخدك بقى ويرحمنا منك. المهم استنيت لما جوزي جه من شغله وقلت له بقول لك ايه يا حبيبي، ايه رأيك؟ يعني انا مش عايزة اقوله ان مرات اخوه الكبير ومرات اخوه الوسطاني بيبهدلوا ابوه علشان ما اعملش فتنة ما بينهم واعمل مشاكل لنفسي. فقلت له بقول لك ايه يا حبيبي، قال لي ايه؟ قلت له انا بتعب من طلوع السلم والنزول في اليوم بتاع 4 5 مرات كده في اليوم، كمان الادوار عالية عليا قوي. ايه رأيك ان انت نعمل اوضة الاطفال دي يبقى بابا قاعد ومقيم معانا فيها؟ وايه رأيك يا عم انا هعمل له كل حاجة ليل ونهار وهو زي بابا، بالعكس يعني هيونسك، هيونسني وكده في اليوم اللي ما بنزلش فيه. قال لي بجد؟ قلت له ايوه والله، يعني ما انا عندي اوضه النوم اهي ما فيهاش اي حد، اللي هي اوضه الاطفال، ايه اللي يخليني اقفلها وتلم تراب على الفاضي ولا اكتسها على الفاضي؟ بابا يعيش معانا فيها، بابا يعيش معانا ويتونس معانا، على الاقل يقعد قدام التلفزيون يسمع حاجة، افتح له قناة الناس يسمع آيات قرآنية، يسمع اخبار، انا هقعد معاه برضه اعمل شغل البيت، يبقى جنبي مني بدل ما انزل واطلع. وصدقني هنبقى عايشين مرتاحين، والشقة دي بتاعته، كل واحد اسبوع تنزل تكنس وتنضفها وتهويها وتشمسها كده وتقفلها. قال لي خلاص مادام انتي راضية خلاص روحي، وانتي بالعكس كده ايه يعني عداكي العيب، ده انتي كده بنت اصول قوي. المهم نزلت لبابا تحت وقلت له يا بابا ايه رأيك اطلع لك هدومك في الدولاب اللي فوق في اوضة الاطفال وتعيش معايا؟ قال لي بجد يا بنتي؟ قلت له اه، ده انا والله بموت من الوحدة، وحريم ولادي بيعملوا لي حاجة ويطلعوا يسيبوني وابقى طول الليل نايم، ولو عوزت اعمل حمام ولا عوزت اكل ولا اكل ولا اشرب ما بقدرش اقوم من مكاني ولا اعمل لنفسي اي حاجة، وبنام جعان، ويمكن ما بقدرش اخش الحمام، ده اللي بيخليني ما اتحكمش في نفسي. قلت له خلاص يا بابا، ولا تعب قلب بقى ولا حيرة ولا وحدة ولا كلام من ده، تعالى اقعد معايا فوق واحنا ان شاء الله هنبقى احسن عيلة. المهم خدت هدوم حماية وطلعتها في الدولاب الاطفال ورصيتها كده، الداخلية لوحدها والخروج لوحده وكلام من ده، وستفت الدنيا واخدت له اجزخانة الدواء بتاعته وعملت له كومودينو كده للدواء، رتبته وعملت له سرير ولبست السرير كمان كفر علشان خاطر يعني تبقى حماية للمرتبة واقدر ان انا اشيل مسؤوليته. والله من ساعة ما حماية عاش معانا وانا في قمة السعادة، كل ما بعمل له حاجة بحس ان ربنا راضي عني وبكون مبسوطة،
وبقوم كده الفجرية أقوله: يا بابا أذان الفجر خلاص أذن، ايه رأيك تقوم نصلي كده جماعة؟ وجوزي يبقى الإمام ونصلي مع بعض، وأحطله الكرسي يصلي وأنا أقف جنبه وجوزي الإمام، وكأننا بنقعد نصلي مع بعض ونحفظ القرآن